اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ مالك فل يا حاج، مالك ابيض. ولا حاجه. فادي حكيتك. الله يكرمك. عشان الواحد لما يعمل حاجه وماشي فيها صح وبعدين يجي تاني مره يعملها ويقع ما يبقاش صح. اكتر حاجه بحبها في نفسي ان الحمد لله بحاول التزم على قد ما اقدر. والله يعني بحاول التزم في اي حاجه ان كانت على قد ما اقدر. مش هقول لك انا شيخ ولا لا لا لا، انا بخطأ كتير 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 كتير، يعني يمكن قد الدنيا دي كلها وقت، بس بحاول ارجع تاني، ارجع اود نفسي تاني. ان انا ما بشيلش حاجه جوايا لحد، حتى لو اساء الي ممكن ازعل شويه وبعد ساعه خلاص بنسى كل حاجه. عزة نفسي دي اكتر حاجه بحبها في نفسي. اكتر حاجه بتحبها في نفسك بقى ايه؟ اكتر حاجه بحبها في نفسي ببقى شايف نفسي شغال كده وماشي في حالي وشايل الشغل. كل الناس بتقول انت هتطلع بتاع شقه، طب ما تكبر هتبقى حاجه حلوه، تبقى حاج زي الناس اللي هنا، تعرف تقف في السوق كده. انا نفسي كده ربنا يقف جنبي. اني طيب جدا، اني طيب جدا، وممكن ما يعني حد يسيء ليا انا ما ارضلوش الاساءه، بالعكس اخده بالحضن واطبطب عليه واقول له ما تزعلش مني. انا كده. اكتر بقى حاجه بتحبها في نفسك؟ اني مسلمها لله، كله على الله، والله العظيم كله على ربنا. الاصرار، ما بزهقش ما بحطش اعتبار للسن وانت خلاص كبرت لا، ما عنديش الكلام دوت، لا لغايه اخر لحظه. الاصرار والعناد والقرايه والمذاكره وعمل الخير على قد ما بقدر. صفه حلوه فيك انت شايفها تقول الحمد لله؟ ممكن اكون انا كده برضو زي الحاج احمد كده، اروح بدري عن الصلاه شويه، اقعد اكنس لا مؤاخذه دوره الميه وانضف الجامع واستنى الاذان واروح مأذن، وبعد كده بقى يكون الشيخ يقول لي ايه قيم الصلاه. انا بقى حريص عليها الحته دي قوي، بس الجامع اللي انا بأذن فيه عملوا فيه اذان موحد اول امبارح بتقييم الصلاه، بس انا زعلان. اكتر حاجه بتحبها في نفسك؟ حاجه صفه حلوه كده شايفها في نفسك تقول الحمد لله ربنا. الصحه، ربنا يدوم علينا الصحه بس. بس. واكتر حاجه بتحبها في نفسك ايه؟ اكتر حاجه بحبها في نفسي ان انا واثق من نفسي، محترم. الحمد لله. تعبت قوي، بقالي 7 سنين بعيد عن اهلي. ان انا حنين مع اي حد، ما بستخسرش حاجه في اي حد مهما كان، قريب او غريب. ان انا بعامل كل واحد بالاخلاق، بجبر اي حد ان هو يعاملني باحترام زي ما انا بعامله. دي اكتر حاجه بحبها. يا لو لقيت نفسي مثلا قدام سيدنا الحسين، قدام ستنا الزينة زينب، قدام السيدة نفيسة، الثلاثة دول أنا بطير. بتحس بسعادة كده وروحانية وبعدين أنا بوصل عند الناس دي أي وقت لو أنا عايز أروح. لا بعد دول مفيش. واوعى حد يعني لو مؤاخذة يعني يقول كلام خايب أو بتاع، لا. الناس دي موجودة. يعني انا اتربيت في بيت كان فيه عفريت، بس يوم الخميس لا، هو المناصره. وكنت بشوف الشيخ بقى بيصلي. يعني في ناس تقول لك لا الناس دي لا اولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، لا. والشهداء دول وضع تاني، لا هو حد ده القران اللي بيقول كده مش احنا. ان انا واثقه من نفسي. الحمد لله حب الناس، يعني الناس حب الناس ليا ومعاملتي للناس، ودي انا متاكد ان انا عند ربنا حاجه جامده جدا
ومبسوط بيها وفخور بيها يعني. اكتر حاجه بتحبها في نفسك ايه؟ بنفسي الحمد لله. انا زي ما بقول لك انا بني ادم بسيط، وزي ما بحب الناس عايز الناس تحبني بس. اكتر صفه بتحبها في نفسك ايه؟ الطيبة. أهم حاجة الواحد يكون طيب مع الناس ودين، يعني يؤذي الناس والناس تؤذي. اكتر حاجه في نفسي الضحكه. الحمد لله على طول بضحك. انا على طول بضحك. ربنا يخليك يا رب ويديم نعم على الكل. الحاجه اللي كل مره بتعملها اكتر حاجه بتحبها في نفسك. أكتر حاجة بحبها في نفسي مهنتي اللي أنا محترف فيها وبحبها وفخور بيها، إن أنا الحمد لله رب العالمين في مجالي يعني كويس، ما فيش حد بيفوقني طبعا، وفي ناس كتير كويسة، بس أنا فخور بنفسي إن أنا بدي شغل حق، يعني على قد ما باخد على قد ما بدي، ما بحبش أتغالى على الناس يعني مش طماع يعني. اكتر صفه بتحبها في نفسك؟ انه انا بنسى. ايوه بنسى الظلم، وبنسى لو واحد استلف مني فلوس ما رجعها، واحد اساء لي، وانا بعتبر دي نعمه من رب العالمين. الحمد لله. اكتر صفه بقى بتحبها في نفسك ايه؟ ان انا ماشي بورد الله مع الناس. ما اعرفش انا نفسي دي، اصل النفس لوامه بصراحه، وانا النفس دي اخطر حاجه في الدنيا. النفس دي اخطر من الشيطان، فانا بخاف طبعا اخطر من الشيطان. اكتر صفه بحبها في نفسي دي صعبه عليا شويه. ها؟ ده انت اللي جميل. ربنا يسعدك يا رب، ربنا يسعدك. انا ما عنديش، ما اقدرش، مش هزكي نفسي على الله. اصل الصفه دي يبقى انا زكيت نفسي على الله. ما حدش يقدر يقول لك فلان كويس الا هو اللي شايف، مش انا ما اقدرش اشوف نفسي. بعرف اعدي المشاكل، مش بقى يعني مش بقف حياتي على مشكله او على شخص. شخصيتي بحب ان انا متصالحه مع نفسي، بحب ابقى صريحه، بحب ان انا اكون بتعامل بطبيعتي باسلوبي كنجمه، مش كاي حد تاني، كأنا. وان انا بحب ابقى طيبه مع الناس، ما بحبش اعمل اي حاجه كده